بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أثريات محمد نشار. شوف الفيديو للآخر. من 5 قروش ديت 1991. اللي عنده 1991 يا جماعة ديت مطلوبة تبدأ من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، اللي هي 1991 يا جماعة، مش أي حاجة نقول عليها إيه توصل ل 5000 جنيه، اللي هي 1991 اللي فاتت 5 قروش المعدنية. طبعا يا جماعة احنا برضو هنقول لحضراتكم ازاي تبيعي في مناطق اللي انت هنقول لكم على حضراتكم عليها. يعني عندك في القاهرة مثلا يا جماعة في سوق السيدة عائشة، وعندك وفي سوق الجمعة، وفي متجولين بقى كمان يا جماعة كده في شوارع وسط البلد، وفي شارع وسط البلد في بقى متجولين كده معاهم عملات لو انت عايز تبيع او تشتري منهم ايه ويفصلوا لك العملة يعني. وفي شارع خان الخليل دي يا جماعة اللي هي ايه منطقة اللي قلت لكم عليها في القاهرة. نيجي بعد كده يا جماعة لأماكن بيع العملات، لأي عملات قديمة أو عاوز شراء تقتني ديت في الإسكندرية بقى نقول لحضراتكم عليها. عندك شارع خالد بن الوليد ده في منطقة ميامي شارع الإسكندرية، وفي شارع السيوف يا جماعة برضه ده في الإسكندرية. شارع السيوف ده برضه موجود فيه عملات قديمة للبيع والشراء. وفي منطقة الإبراهيمية، دي في الإسكندرية برضه لشراء وبيع العملات القديمة. ونيجي بعد كده في منطقة تانية اسمها محطة الرمل، وفي منطقة العطارين، وفي منطقة محطة مصر، وطبعا في سوق جمعة، وفي سوق بحري طبعا يا جماعة، وعلى شاطئ ميامي. في يا جماعة دي كلها أماكن لبيع العملات في الإسكندرية. يبقى كده يا جماعة قلت لحضراتكم على عناوين البيع في القاهرة وفي الإسكندرية. وهديكم برضو يا جماعة أسفل الفيديو مع أول تعليق رقم أحد التجار اللي ممكن تبيع له أو تتعامل معاه واتس وتبعت له أي عملة عندك ويسعرها لك ويبعتها لك. طبعا يا جماعة احنا بنعمل لكم فيديو عشان ايه توضيح. أنا بالنسبة لي أنا لا بشتريش ولا أبيع، بس بعمل فيديوهات للعلم وللتعلم وعشان حضراتكم تستفادوا. خد بالك من عناوين وأماكن البيع والشراء. وطبعا يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة ديت قناة أثريات محمد نشار يشترك ويفعل الجرس ويشوف الفيديوهات القديمة اللي فاتت كلها، فيها معلومات قيمة جدا عن كل شيء. بس يا ريت حضرتك تشوف الفيديو للآخر علشان تعرف تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.